هنتكلم النهارده عن الاكلات اللي بتساعد مرضى الفايبروميالجيا. اول حاجه الخضروات الورقيه زي السبانخ، الجرجير، البروكلي، دول مليانين مضادات اكسده وفيتامينات بتقلل الالتهابات اللي بتسبب الالم. تاني حاجه السمك الدهني زي السالمون والتونه، دول اغنياء بالاوميجا 3 اللي بتحسن صحه الاعصاب وبتقلل الاجهاد اللي بنحس بيه. تالت حاجه المكسرات والبذور زي اللوز وبذور الشيا، دول بيزودوا طاقتك وبيقللوا احساس التعب اللي ما بيخلصش. واخر حاجه النهارده هي الفاكهه الملونه زي التوت والبرتقال والرمان، دول مضادات التهابات طبيعيه وكمان بيحسسوا المناعه. لكن خلينا نكون واقعيين، زي ما في حاجات مفيده في حاجات لازم نبعد عنها تماما. طيب ايه هو اللي نبعد عنه؟ اول حاجه السكريات المضافه. السكر الابيض يا جماعه بيسبب الالتهابات وبيزود التعب، نجرب نستبدله بالعسل الطبيعي او الفواكه. تاني حاجه الكافيين بكميات كبيره، ممكن كوبايه قهوه صغيره تديك طاقه، بس الكميات الكبيره بتزود الارهاق على المدى الطويل. واخر حاجه الاكلات المصنعه زي المعلبات، دول مليانين مواد كيميائيه مش هتساعد جسمك اطلاقا. واخيرا نشرب ميه كفايه، دي اهم حاجه. لو جربنا الكلام ده لمده اسبوع او 2 هنلاحظ فرق كبير جدا في نشاطنا وفي تقليل الالم. وخلينا فاكرين دايما ان التغيير مش بيحصل بين يوم وليله، لكن كل خطوه صغيره ممكن تعمل فرق كبير. اتمنى يبقى الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد.